السلام عليكم. اليوم نسوي كنافة. مكوناتها: كنافة، شعرية الكنافة، هاي تكون خشنة شوية، نكسرها بإيدينا لحد ما تصير ناعمة، وعندنا جبن وزبد نذوبه شوية، والقشطة. هذه القشطة استعمل هاي النوعية. نضيف شكر خاشوقتين تقريبا، وأظل أخلط بيها، وبعدين أضيف الزبد، أخلي نصه، وأظل أخلط بيه كله، أمزجه إلى أن تتكون عندي مثل تكتلات تصير هاي شكلها. هسه أضيف الزبد اللي بقى شوية. أنا عندي هنا رجع جمد لأن الجو بارد، بس عادي ماكو إشكال. خلطته كله، كملته. هسه أدهن الصينية أو القالب بالزبد اللي بقى عندي. بعد ما دهنته أضيف شعرية الكنافة، أضغط عليها كلها إلى أن تصير قالب واحد قبل لا أضيف لها الجبن. بعد ما كملت هسه أضيف الجبن شوية، تكون طبقة ثخينة، بس ما أوصلها للحواف، بس بالوسط، لأن إذا يوصل للحافة راح يحترق. كملته، أضغطه بيديه. أرجع أضيف الكمية اللي بقت عندي من الكنافة. طبعا أنا قسمتها 2 للجبن وللقشطة، يعني أسوي بالجبن وبالقمر، وهم أرجع أضغط عليها إلى أن تتكتل عندي، تصير قوية. هاي عندي كملت بالجبن. هسه أسوي بالقمر نفس الحالة، هم أدهن القالب وأخلي أول طبقة من الكنافة، أضغط عليها بيدي. طبعا اللي بقى عندي قليل فراح يصير قرص صغير. وهسه ضفت القشطة اللي بقت عندي، أضيف الكنافة أو شعرية الكنافة، وهم أضغط عليها بيدي. هسه كملت. أشغل الفرن على درجة حرارة 180، ما تاخذ وقت هواي، أقل 5 دقائق. أحمي الفرن وأكمله، وبعدين أخليه، يعني أشغله قبل 10 دقائق تقريبا.
أدخلهن للفرن. هاي بعد النتيجة بعد ما خلصت. الشيرة أنا مكملتها وباردة، وأضيفها للصينية، أرشها على كل القالب. هذي الجبنة وهذا الثاني قالب القمر، ثم أضيف له الشيرة. طبعا ما أخلي الشيرة هواي لأن ما نحبها كلش حلوة، حسب الرغبة. وهاي النتيجة آخر شي، كلش طيبة. جربوها وإن شاء الله تعجبكم. أتمنى تدعموني بلايك واشتراك، وأتمنى طبخاتي تعجبكم. وهاي هسه راح نذوقها آخر شي. يا سلام، مع السلامة.